السلام عليكم يا هاد الناس، صلوا على النبي المختار وسيدنا ومولانا رسول الله. حكايتنا اليوم حكاية من هادوك اللي كيدوزوا تحت اليدين وما كيشوفوهمش العينين، حكاية الصبر والنية والحاجة اللي مكتوبة فوق الجبين وخا يطير بنادم ما يمحاهاش. كان يا مكان في قديم الزمان ولا في بارح والبارح كانت واحد السيدة سميتها زهرة كانت مرا وقادة صبارة وضفارة عايشة في واحد الدويرة وسط المدينة القديمة، من هادوك الدويرات اللي كتلقى فيهم ريحة الغد القماري مخلطة مع ريحة الطياب. زهرة كانت طباخة ديال المناسبات، يدها فيها البركة، اللي قاستو كيرجع عسل. ولكن زهرة واخا كانت الدار دايما عامرة بالناس والضحك في العراسات، قلبها كان فيه واحد الصمت غريب. كانت عايشة مع بنتها الوحيدة غيتا كانت غزال في صورتها وعقلها كوزن بلاد. غير هو واحد النهار وقع اللي ما كان في الحسبان. القصة بدات واحد الصباح ديال نهار السبت، السوق عامر والناس غادية جاية. زهرة كانت موجدة راسها باش تمشي لواحد التعريفة وخلات غيتا في الدار كتقاد شي شغال. شوية سمعت زهرة واحد دق في الباب، دق متقيل ماشي بحال الدق ديال الجيران. حلات الباب لقات قدامها واحد الراجل لابس جلاية بريوة ووجهه عليه واحد الغمة. لالا زهرة قالها بصوت كيرعد: اي انا هي، ياك لاباس؟ وجهك ما كيبشرش بالخير. الراجل مد ليها واحد الرساله ولا خلينا نقولوا بريه قديمه، وقال ليها هذه امانه كانت عند الوالد قبل ما يموت، وقال لي ما توصل ليدك حتى يوصل هذا النهار بالضبط. زهره غير شدات الورقه يديها بداو كيرجفوا، هي ما قاريه ما كاتبه، ولكن ريحه ديك الورقه كانت ريحه كتعرفها مزيان، ريحه الغربه والبعد. دخلت للدار، سدات الباب بالسكوت وجلست فوق السدة وكتقول في خاطرها: يا ربي السلامة، واش الماضي اللي دفنتو بيدي رجع يحيا من جديد؟ عيطات لغيتا باش تقرا ليها شنو كاين وسط ديك البرية. غيتا بدات كتقرا وعينيها كيتوسعوا ووجهها كيبياض. السطور كانت كتقول باللي كاين واحد السر مدفون تحت السارية ديال الدار القديمة اللي خلاتها زهرة في دوارهم شحال هادي، سر كيتعلق باها اللي قالوا ليها راه مات في البحر هادي 20 عام. زهرة وقفات، حزمات كرزتها وشافت في بنتها وقالت ليها: جمعي حوايجك يا بنتي، الطريق اللي هربت منها عمري كامل دابا هي اللي كتعيط لينا. غدا مع الفجر نركبوا في الكار ونمشيو ونشوفوا هاد الكذبة اللي عشنا فيها سنين، واش هي اللي غتخرج فينا دابا. شدات زهرة بنتها غيتا من يدها، ومع الفجر والناس يله كيقولوا يا فتاح يا رزاق ركبوا في واحد الكار قديم كيزفر بالمازوت، قاصدين الدوار اللي هربات منه زهرة هادي 20 عام. طريق كانت طويلة والشجر كيدوز قدام عينيها بحال الخيال، وكل ما قربوا قلب زهرة كيضرب بحال المهراز وسط صدرها. وصلوا للدوار مع العصر، ريحة التراب والشيبة باقة هي، ولكن الناس تبدلوا. مشاو نيشان لدارهم القديمة، لقاتها ولات خربة، السقف طاح والحيط بدا كيريب. دخلات زهرة كتنهج، مشات لواحد السارية غليظة وسط الدار، بقات كتقلب بيديها حتى لقات واحد الحجرة كتزعزع. بدات كتحفر بضفارها وبالعطية اللي لقات تما، حتى جبدات واحد الصندوق ديال العود الصغير مزموت بخيط ديال الروح. حلات الصندوق بيديها كيرجفو، ولات فيه خاتم ديال النقرة وورقة قديمة مكتوبة بمداد واعر. غيتا بدات كتقرا والدموع في عينيها: زهرة يا بنت الحلال، يلا وصلك هاد الخطاب، راه الموت داتني ولكن راني ما هربتش وما سمحتش فيكم. داك النهار فاش مشيت للبحر تشديت ظلما وعدوانا في بلاد الغربة، وعشت سنين في الحبس غير باش نجمع باش نرجع ليكم. وهاد الخاتم وصية لغيتا باش تعرف باللي باها كان راجل وحر. في هذيك اللحظة بان واحد الراجل شيباني جاي من بعيد كيتوكأ على عصا، غير شاف زهرة وقف بحال الصاعقة. زهرة؟ واش هادي زهرة ولا خيالها؟ زهرة دارت شافت فيه، طاح منها الصندوق، كان هداك هو المعطي، ولد عم راجلها اللي كان كيسحب ليها هو اللي غدرهم. المعطي قرب وهو كيبكي: سمحي لينا يا زهرة، حنا اللي كذبنا عليك وقلنا لك راه مات، خفنا من الفضيحة حين تشد في الحبس في الخارج،
ولكن راه راجلك الجلالي خلالك رزق كبير مسجل بسميتك في المحكمة. أرض وزيتون كان كيسحاب لك باللي بعتيهم، ولكن هما باقين بسميتك. زهرة شافت في بنتها وضحكات ضحكة فيها المرورة والحلاوة في دقة واحدة. غيتا لقات باللي باها ماشي شفار ولا هرايبي، بل كان ضحية زمان قبيح. ايوا لالا، زهرة ما رجعاتش للمدينة، ولا لديك الضيق والغم والتمارة ديال العراسات عند البراني. باعت دويرتها اللي في الدرب القديم وقبضات دوك الفليسات ورجعات للدوار فين كاين الجدر والاصل. بنات دار كبيرة وسط شجر الزيتون اللي خلاه ليها الجلالي، ورجعات ليها الروح هي وبنتها غيتا. غيتا تزوجات بواحد من ولاد الدوار مرضي وولد الناس وعرف قيمتها وحفظ ليها سرها. أما زهرة فبقات هي لالا ومالاتي في داك الدوار، اللي بغى يشاور كيمشي عندها، واللي بغى يطيب كيدي يدها، حينت بركاتها كانت بوحدها. وديك البرية والخاتم ديال المقرة بقات معلقاهم في بيتها باش كل صباح تفكر باللي الحق يزيغ وما يطيح، وباللي النية هي باش كيعيش بنادم. ومشات خريفتنا من واد لواد وبقينا حنا مع ولاد الجواد. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هكذا سالت القصة، وجينا لراس الحومة ولقينا السمن والزبدة، وجينا لراس الدرب ولقينا الهندية والكرموس، وكل واحد يمشي لدارو يضربها بناسه.